انا هقول لكم انا هعمل ايه مع العيد ده. ماستر لون سريع برضه ومعاه بالحاجات اللي هاخدها يعني بصراحه. طيب انا عملت فيديو تقريبا من شهرين واختفيت تاني. انا مش عارف اصور بسبب التنقلات الكتير اللي انا فيها هنا. انا هنا بتنقل ياما جدا مش زي مصر، فانا هنا كل شويه بتنقل، فانا مش عارف ان انا اثبت واصور في مكان. فالناس والله انا عارف بتبعت لي على الانستجرام بقالك فتره ما بتطلعش على اليوتيوب، انا بس مش عارف اصور. انا عدى عليا 12 رمضان وانا بتمرن، كل رمضان كنت بجرب حاجه مختلفه عشان اوصل يعني لاحسن نتيجه في رمضان. انا بخبرتي يعني عشان الناس بتتكلم كتير التمرين قبل ولا بعد الفطار، انا عارف رمضان خلص يعني، بس عموما ده لقدام. انا جربت قبل الفطار وجربت بعد الفطار وجربت ان انا اخد استرويد في رمضان وجربت من غير استرويد في رمضان وجربت بمكملات وجربت من غير مكملات. فانا رمضان ده احسن حاجه وصلت لها ان انا سبت التمرين اساسا. يعني انا ما اتمرنتش في رمضان، يعني كنت اتمرن تقريبا في الاسبوع يومين او ثلاثه، واخر اسبوعين ما اتمرنتش اساسا لان انا خلاص يعني كنت شايف ان الناس اللي كانت بتحضر المره دي يعني كان عندي فرصه ان انا شايف ناس معايا بتحضر، ف يعني النتيجة ما كانتش كافية، يعني مش دي اللي اتدفعت فيها فلوس. يعني عدي الشهر وخلاص مش مهم. فأنا أصلا وقفت تمرين خالص، نزلت حوالي 7 أو 8 كيلو. يمكن أول سنة أخسر كل الكيلوات دي يعني، بس ريحت جسمي، أخدتها إن أنا راحت جسمي. خصوصا أنا كنت طالع من 3 تحضيرات فأرهقت جسمي وكنت بتمرن مرتين في اليوم. المهم أنا رجعت اتمرن امبارح اول امبارح، ويعني العيد جاي خلاص المفروض ان انا هرجع اتمرن تاني. فبمناسبه المشاركه ودي يمكن اول مره ان انا اعملها، انا هقول لكم انا هعمل ايه مع العيد. يعني عموما بعد رمضان او بعد العيد مش مهم، حتى لو بعد العيد انا هبدا تمرين كويس هشرح لكم يعني انا هعمل ايه بالحاجات اللي هاخدها. يعني بصراحه انا طلبت شويه حاجات كده. ماشي، افتحها دي مكملات. بسم الله. انا عندي مكملات اساسيه كده ما اعرفش استغنى عنها، الاي دبل اي والجلوتامين. بس المره دي انا جبت الجلوتامين حجم كبير كان عليه عرض الصراحه فجبته، والاي دبل اي الاتنين من شركه واحده. الشركه دي أنا ما جربتهاش قبل كده، جربتها في مكمل مش فاكر كان ايه يعني، بس هي الناس كلها بتقول انها كويسه، فهو براند لسه جديد يعني، فانا هجربه لسه واعرف الدنيا فيه ايه. لان انا كنت بستخدم تقريبا الاي دبل اي، كنت بفضل نيوتريكس، شركه نيوتريكس بتاعه الليبو 6. الناس اللي ما بتعرفهاش في مصر اللي هي الليبو 6 اللي بتعملها شركه نيوتريكس. فانا كنت بفضل اي دبل اي بتاعه عشان هو بيديني الاسينشال امينو اسيد بس، ما بيحطليش معاه بي سي اي. معظم الامينو اسيد بيجي معظم الاي دبل اي بيحط معاه امينو اسيد، فبيبقى في الاخر معظم الاي دبل اي بيحط معاه البي سي اي اللي هم الثلاث احماض البي سي اي، ففي الاخر انا باخد امينو اسيد مش باخد اي دبل اي لوحده. فعشان كده انا فضلت نيوتريكس. فانا الشركه دي برضو لقيت ان هي بتحط لي الاسينشال بس مش البي سي اي. انا افضل اخد الاسينشال لوحده والبي سي اي لوحده، يعني لو هحط الاثنين على بعض هاخد امينو، وانا مش بحب الامينو اساسا، فانا بفضل اي دبل اي لوحده. فده عشان لو الناس بتسال انهي احسن اخد بي سي اي ولا اي دبل اي، لان في ناس بتاخد الاي دبل اي في البي سي اي. فايه الفكره؟ ما ناخد ده لوحده وده لوحده، يا اما هات امينو خلاص، هما ما اتحطوا على الاثنين مع بعض خلاص بقى امينو. يعني عندي ده الكرياتين ايفولوشن نيوتريشن، انا بحب الشركه دي الصراحه، يعني بستخدم منها معظم المنتجات يعني حتى الجلوتامين، بس المره دي لقيت ده عليه عرض فجبته. وده بروبيوتيك علشان البطن والهضم وكده، لان انا حصل لي السنه اللي فاتت مشكله تقريبا في بطني بسبب كتر الاكل الكميات اللي كنت باكلها، فدخلنا بروبيوتيك يعني. واخر حاجه ده انا اول مره استخدمه في حياتي، السلتك. هي الناس عارفاه ان هو بيزود الوزن، هو مش فعليا كده يعني، هو عباره عن كرياتين على كارب، بس هو اساسه كارب. وانا عندي منتج كارب بستخدمه، وانا جايب كرياتين عشان لو سالتني طب انت جايب لي كرياتين وجايب ماسلتك، لان هنا الكرياتين السيرف تقريبا فيها 5 جرام، وانا بعلب الكرياتين عموما على 5 جرام، يعني انا باخد جرعه اكبر. عشان الناس اللي بتقول لك اخرك 10 واخرك 2.5 واخرك 5 في اليوم، لا احنا بنلعب الجرعات عادي، ممكن نوصل 20 جرام في اليوم، جرعه كبيره مش بقول لك خدها، بس انا بكلمك في العموم. يعني ده مع الكارب، يعني هاخد معاه كارب وهاخد معاه كرياتين كمان من بره، لان كميه الكرياتين اللي هنا مش هتكفي تكفي حد عادي. يعني انت بتاخد كرياتين 5 بس في اليوم، فهو في ال5 اللي انت محتاجهم، يعني مش محتاج تجيب كرياتين بره، بس انا عشان باخد جرعه اكبر فانا جايب كرياتين لوحده. بس سيلتك انا متحمس، لان انا زي ما قلت لك ما جربتوش قبل كده. عشان اكون منصف انا هشغل السايكل الاول اسبوع من غيره، وبعدين هبدا اخده علشان اشوف هو اصلا تاثيره لوحده عامل ايه. خلصه وده هعمل عليه ريفيو، لان انا ما استخدمتوش قبل كده، في ناس ياما سالتني عليه انا ما استخدمتوش. خلصه واقول لكم يعني رايي. طيب كده احنا خلصنا المكملات، وانا مش هعمل زي كل الناس واقول لك دي الحاجات اللي هاخدها بس، انتوا متعودين مني على الصراحه. نخش على الاساسيات يا جماعه. انا باكد تاني، انا الحاجه بوريها لك مش عشان تروح تقول لي انت توريتنا الحاجه وما اديتناش الدوز. انا مش بديك الدوز، واللي انا باخده ده انت مش هينفع تاخده، لان مش اي حد يقول لك انا باخد كذا فانت تروح تاخد زيه.
لا انا اعرفك ولا انا شفت انت جسمك ايه ولا انا اعرف نوع جسمك، فمش كل اللي انا بقول لك ان انا باخده تروح انت تجيب زيه. تمام؟ الحاجات دي مكتوبه لي انا ليا انا بس، فانا بشاركك بيها لمجرد المشاركه، عشان في ناس بتقول لي خدنا معاك ورينا انت بتعمل ايه. بس مش معنى كده ان انت تبعت لي تحت او في الكومنت او تبعت لي بعد كده على الانستجرام انا جبت الحاجات دي واديني الدوز. تمام؟ لان انا مش هبعت دوزات، الحاجات دي بتاعتي انا، مش ان انت تروح تجيبها وتقول لي اديني الدوز. دي اول حاجه معايا ام بي بي. الام بي بي دي اللي هي التيكا الفينيل اللي هي السريعه، بس احنا هم مش عارف ليها اسم تجاري كده ولا من زمان يعني، كنت اشوف الايام بيقولوا عليها ام بي بي. دي اللي انا هستخدمها. ومعاها ده ماسترلون سريع برضو، ومعاها بربونات. فانا دايما يعني مش دايما بس المره دي هبدا كله سريع، يعني هبدا السايكل الاولانيه يعني هبدا السايكل سريع. ليه؟ بص ده من الاخر عشان مدربي هو طريقته كده، يعني كده معايا. ما تروحش تجيب الحاجه دي وتقول ان انت بتبتدي سريع فانا برضه هروح ابتدي سريع زيك. انا المدرب هو اللي قايل لي اعمل كذا. تمام؟ واضحه؟ عشان محدش يروح يجيب نفس الحاجة او يروح يجيب حاجات تانية استر سريع، بما ان انا قلت ان انا ببتدي استر سريع فبتاخد فكرة ان انا باخد استر سريع في الاول وبعدين ابطأ. مش كل الناس زي بعض. طيب خلاص، دول حاجة بقى اللي انا بحبها يعني، اللي انا متحمس لها اكتر. ماشي، هو كده كده الاسترويد تمام يعني، بس صح انا نسيت انه انا موقف سترويد في رمضان. يعني انا ما خدتش سترويد خالص في رمضان، كنت ماشي بمبدأ الطبيعي يكسب في رمضان يعني، فاهم؟ اللي هو انا ما باخدش اي حاجه، لا مكملات ولا سترويد. وتقريبا كمان الاكل خلاص، اللي انا كنت زهقت من الاكل يعني، فكنت باكل الوجبات اللي هي الصحيه اللي هي الجاهزه. ما كنتش انا بطبخ ولا بعمل اي حاجه ولا بوزن ولا في موازين، والدنيا كانت زي الفل يعني، فاهم؟ كنت عايش بني ادم طبيعي خالص ومرتاح من وجع الدماغ ده كله اللي احنا فيه يعني. دي اخر حاجه معايا عشان برضه كنا قلت كل حاجه. ده انسولين هيوملين ار. الناس اللي بتسال طب انت بتاخد هيوملين ار ليه، يعني اللي هم عارفين الفرق بين الهيوملين ار والهيمولوج والنوفا رابيد والحاجات دي، شوف الامن ان انا اخد الهيمولوج. حتى المدربين بيخافوا يستخدموا الهيمولين ار، بس انا بفضل الهيمولين ار لان انا جربته قبل كده مره غلط والنتيجه اللي هو ادهاني يعني كانت احسن من الهيمولوج معايا. انا شخصيا كان الهيمولين ار احسن معايا. الهيمولين خطير، فيه 2 بيك، فاللي هو بيبقى مخاطره اكبر عليك، وفرصه ان هو ممكن يعمل لك البيك اللي هي بتاعت بيخفض السكر في الدم، يعني يدخلك في غيبوبة السكر اكبر من الهيمولوج، فهو اخطر. ويمكن حسيت كمان ان تاثيره اقوى، فانا ما انصحش حد يستخدمه. يعني انا بقول لكم ان انا بستخدمه ودي من فتره يعني انا استخدمته مثلا من 3 سنين والباقي كنت شغال هيمولوج. بس انا المره دي بعد رمضان يعني قلت اقرر ان انا اشتغل هيمولوج ار، لان انا بقالي فتره شغال هيمولوج، فانا عايز اغير كمان علشان يعني جسمي متعودش على نوع الانسولين. الانسولين في العموم خطر، علشان محدش برضو يروح يقول انا هجيب انسولين، لان الانسولين لازم يبقى في حد مركز معاك وانت بتستخدمه، ولازم تبقى قايل لحد ان انت اخد انسولين علشان ما يحصلكش مصيبه وتموت. تمام؟ الانسولين ممكن يموت. الهيمولين ار دي حاجه خاصه بيا، وانا ما شفتش ناس كتير بتستخدمه الصراحه. في ناس بره مدربين بره يعني بيستخدموه، بس هنا تقريبا كلنا في مصر والوطن العربي يعني ما شفتش ناس تستخدم هيمولين ار لان هو مش امن اساسا. بس انا بفضله، وبفضل كمان الميكس اللي هو يبقى 30 على 70 يعني، ده العادي، ده الهيمولين العادي ما فيهوش ميكس، ده عادي. ال 70 على 30 كمان انا بحسه اقوى من ده، بس برضه بيبقى اخطر تقريبا يعني، فهم الناس معظمهم بيتجنبوا النوع ده. فخلينا نشوف يعني وربنا يستر. تمام؟ بس كده، دي الحاجة كلها اللي انا هاخدها. الابديت يا هعمله شورتس على اليوتيوب يا اما هعمله ريل على انستجرام. يعني عموما انا همشي معاكم السايكل كده وانا ماشي اسبوع اسبوع، وهعمل ابديت ونشوف هنوصل لايه. انا المره دي انا بشارككم انا بعمل ايه، بس يا ريت زي ما انا قلت محدش يروح يجيب الحاجه دي، ولا هاخد زي المكملات عادي يعني. كده كده المكملات انت لو عايز تجيبها اديك، انت عرفت المكملات اللي انا باخدها ايه والجرعات بتاعتي يعني، تقريبا انا قلتها في السكه. بالنسبه للبروبيوتيك ده يعني انت لو بطنك تعبانه ولا حاجه بتاخد، هو انت ممكن تاخد واحدة او 2 في اليوم، بس انا باخده مع كل وجبة لان انا كان الموضوع بالنسبة لي يعني وصل لانتفاخ، فانا عشان القولون ما يتعبش او حاجة فانا كنت بستخدمه. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع المرة دي، وان شاء الله اخلص سيت اب اللي ورايا عشان انا لسه مخلصتش حاجة يعني. انا زي ما بقول كده بنقل كتير وكده، فانا لسه حتى مخلصتش السيت اب بتاع التصوير وكده. بس انا قلت اقول لكم انا هعمل ايه عشان نمشي مع بعض يعني. بعد اللي في اي حاجه سيبوها في الكومنت او على انستجرام، هسيب اللينك تحت على الانستجرام. وما تسالنيش على الدوس يا جماعه، بالله عليكم ما تسالنيش على الدوس لان انا مش هقول دوس. تمام؟ يلا سلام.